يا أهلا وسهلا بحضراتكم. بسم الله. خلينا كده نخش في الموضوع على طول. مفيش حاجة اسمها نصيب، كل شيء من اختياراتك. وطبعا هنا احنا بنضرب قواعد عند الناس هي اتربت عليها من سنين، ان كل شيء بيحصل في الحياة هو اسمه نصيب. وحضرتك ضحية يا عيني لبابا والماما والمجتمع والناس، واتربنا من صغرنا على الكلمة السامة اللي هي مكتوبة فوق دي. كل شيء اسمه نصيب، صح؟ كل شيء اسمه نصيب. فواحدة تبقى متدمرة في حياتها الزوجية وعايشة تعبانة، يقول لها كل شيء اسمه نصيب، يعني اخبطي دماغك في الحيطة، صح؟ حد عنده مشاكل في شغله، يا عم بقى استحمل، ما كل شيء اسمه نصيب. كل حاجة تلاقيها بتحصل في الحياة يقولوا لك حاجة ما جاتلكش مثلا، او حاجة او مشاكل بتحصل لك في حياتك، يقولوا لك كل شيء اسمه ونصيب، ويحسسك ان انت ملكش ابدا اي اختيار في اي حاجة. ركز بقى معايا عشان الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ده كلام جديد، محتاجين نركز فيه شوية، معلش. زي ما اتفقنا مفيش حاجة اسمها نصيب. كل حاجة بتحصل لك في حياتك سواء خير او شر هي من اختياراتك. الانسان مسير ولا مخير؟ الكلمة اللي احنا برضو عمالين بنختلف فيها من زمان. الانسان مسير ومخير، مفيش حاجة اسمها مسير بس ومفيش حاجة اسمها مخير بس. الانسان مسير في ايه؟ في مثلا شكل وشك، انت ما اخترتش شكل وشك. ابوك وامك اللي قاعدين معاك دلوقتي انت ما اخترتهمش. انك ذكر او انثى انت ما اخترتش. لكن ركز بقى على كل تفصيلة من تفاصيل حياتك، انت صاحب الاختيار فيها. اصل ركزوا معايا بس يا جماعة في الحتة دي، معلش. لو انت مسير في كل حاجة، ربنا هيحاسبك ليه؟ العذاب اللي انت بتبقى فيه لما تختار اختيار غلط، بتتعذب ليه؟ عشان هو من اختيارك انت. واحدة مثلا اختارت زوج وطلع زوج مش صالح، مش ده اختيارها؟ فبتتعذب بقى بالايه، باخلاقه اللي مش كويسه. ما هو لو ربنا هو اللي مسيرها ان هي تتجوز الراجل ده، تتعذب ليه؟ وتتحاسب ليه؟ وتعيش العيشه المنيله دي ليه؟ واصله الحته دي؟ فما نقولش. بعض الناس بقى تعمل ايه؟ يقولها معلش بقى يا بنتي، نصيبك كده، اصل انتي مالكيش حظ في الرجاله. يا نهار ابيض! عارفين يعني ايه لما احنا نقعد نقول الكلام ده؟ يعني شايفه الحيطه اللي هناك دي؟ روحي اخبطي دماغك فيها وعيشي زي ما غيرك عايش، وما تفكريش ابدا ابدا ان الجواز دوت اللي بيتجوز ده بيعيش سعيد. اوعي تفكري في حاجه زي كده، صح ولا لا؟ مش اتربينا التربيه ديت من صغرنا؟ اتربينا كده من صغرنا للاسف، ان كل شيء اسمه نصيب. مثلا، والكلام ده بقى كان بيحصل قدامي، تلاقي ام بتفرض على بنتها مثلا الجواز، والله لا تتجوزي الشخص دوت ورجلك فوق رقبتك. تقول لها يا ماما انا ما بحبهوش، ما ينفعش، انا طيب ما اناش عايزه اتجوز، يا ماما ابعديني عن الموضوع ده. ويجي ابوها يكمل عليها ويضربها ويهنها ويطلع عينها وعين اللي خلفوها. فالبنت تتجوز الشخص اللي هي لا بتحبه ولا عايزاه. فيحصل ايه بعد كام شهر؟ يحصل الطلاق. ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا. فتروح تتكلم معاهم تقول لهم منكم لله، مش انا قلت لكم انا مش عايز اتجوز؟ منكم لله بوظتوا حياتي، مش انا قلت لكم انا ما بحبهوش؟ منكم لله. وتقعد تدعي على ابوها وامها، يقولوا لها ايه بمنتهى السذاجه وقله الذوق، مع احترامي للاب والام: اسكتي بقى، انت هتقعدي تشتكي كتير، نصيبك بقى. يا نهار ابيض! يا نهار ابيض على الظلم! خدنا بالنا؟ اوعى اوعى تحط نفسك في حته زي دي وتقول اصلا انا نصيبي كده. كل حاجه كانت من اختياراتك. لما ابوك وامك يجبروك على شخص انت مش عايزاه، ايه اللي بالدنيا، ايه اللي بالدنيا، ولا انك توافق على حاجه زي دي؟ لان انت مجرد ما وافقت، الموافقه جت منك اهي، هم ضغطوا.
هنقول مثلا ضغوطاتهم 90%، 95%، ال5% اللي فاضله دي ان حضرتك وافقت ورحت وبصمت وقلت للمأذون انا موافق. المأذون لو شاف دمعة بس كده على عينك او على عين حضرتك كده، مش هيوافق ابدا ان الجوازه دي تكمل، تبقى جوازه باطله وحرام. فكده يبقى احتفظت بحق نفسك في اختياراتك، حفظت حقوقك انك ما تخشش الدخله المنيله دي. فكلمه نصيب، نركز بقى، نركز. كلمه نصيب دي شماعه بنعلق عليها اختياراتنا الغلط. ركز بقى معايا هنا في الكلام ده عشان هو كلام عميق شويه. قبل اي حاجه حضرتك بتقبل عليها ربنا بيديك الاشارات. اصل ربنا ما بيسيبش حد، ربنا ما بيسيبش حد خالص خالص، ما بيسيبوش تايه كده في الدنيا. ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم. فايه، فتلاقي اي حاجه انت بتخش عليها يجي لك الاشارات. ما تمشيش في الطريق ده، ما تمشيش في الجوازه دي، الشخص ده شخص مش امين. بس البنت بقى احيانا تكون متعلقه بالشخص اللي قدامها ده، فتشوف ان اخلاقه بدات تبقى مش كويسه، تشوفه بني ادم عصبي، قليل الادب، بصباص، بتاع بنات، بيكذب. كل دي اشارات من ربنا اهي. ما تفوق، ما تفوقي. اشارات كلها بتقول ان الطريق ده مش صح، ما تمشيش فيه. والبنت تعمل ايه؟ تنفض وتكبر دماغها وتتجوز. فلما تتجوزوا تبتدي تظهر بقى المشاكل، وتبتدي بقى الاخلاق اللي هي تغاضت عنها دي تبتدي تبقى كتيرة قدامها، وتبقاش عارفة تعمل ايه. فايه اللي يحصل؟ ما تعرفش تعيش مع الشخص ده، فتتطلق، فتكتشف انهار ابيض، ده كل اللي هو بيعمله ده كان جالي في فترة الخطوبة وانا عديتها وكبرت دماغي. خدت بالك؟ كل حاجة بقى خدها قاعدة، كل حاجة كل حاجة كل حاجة بمعنى الكلمة بتحصل في حياتك هي من اختياراتك. خليك متأكد ان مفيش حد ضربك على ايدك وقال لك روح اعمل الحاجة الفلانية دي. محدش ضربك على ايدك خالص في اي حاجة موجودة في حياتك. شفت بقى؟ كل شيء من اختياراتك. شغلك انت اللي اخترته على فكرة، محدش ضربك على ايدك وقال لك اشتغل الشغلانة الفلانية، انت اللي رحت واشتغلت. جوازك انت اللي اخترت البنت الفلانية دي. واعرف ان ربنا برضو لو هي بني ادمه مش كويسه معاك او معيشك في جحيم، ربنا ادالك الاشارات بس انت كنت اعمى، ما انتش شايف. اداك الاشارات ان هي بنت مش كويسه، ان انت لو كملت معاها الحياه هتبقى جحيم، ونفضت للاشارات دي وعديتها، فحصل اللي انت كنت بتنفض له وتعديه. صح؟ طيب اولادك من اختياراتك. تقدر تقول لي ايه اللي مش من اختياراتك؟ يا راجل ده حتى الايمان والكفر من اختياراتك. شفت بقى ازاي؟ يعني ربنا في دي كمان ادانا حرية الاختيار. ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شفت واصله لفين؟ اداك الحرية حتى في اختيار الاله اللي انت بتعبده. ربنا سايبك في الدنيا، عايز تروح تعبد الشمس يا حبيبي اعبدها، محدش هيمسكك والله. عايز تروح تعبد كاوتش العربية روح اعبده، محدش هيمسكك، محدش هيضربك على ايدك صدقني. بس ربنا هيجيبك يوم القيامة بقى. تعالى استفدت ايه لما عبدت الشمس ولا كاوتش العربية؟ هو اداك الاختيار، ادالك الاختيار. فكل حاجة في حياتك هي من اختياراتك. اختياراتك يا تبقى اختيارات جميلة، يا اختياراتي مدمرة حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. اوعى 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 تروح عند الحتة دي. الحتة دي قبلك دخلوها كتير، والله دلوقتي عايشين في جحيم. كل واحدة اختارت زوج وتغاضت عن أخطائه في فترة الخطوبة، عايشة معاه في جحيم دلوقتي، ومش راضية تنفصل عشان الولاد. لكن هي سعيدة؟ هي مش سعيدة. هي بتشوف أيام حلوة؟ هي بتشوف أيام حلوة خالص. هي تعبانة؟ هي تعبانة جدا.
طب منين تقول الكلمة بتاعت كل شيء اسمه نصيب دي؟ جبتها منين؟ لا انا عايز افهم بس، معلش حد يقول لي جبنا منين كلمة النصيب دي نبرر بها للناس اختياراتهم الغلط؟ صح؟ كلمة فيها نوع من انواع الشماعة وضعف الشخصية، وان انا ملاك. صدقوني انا ملاك والله، انا ما بغلطش، انا قلبي جواه خير. انت قلبك مش جواه خير، انت بتشتغل نفسك. انت لو قلت لأ لكل حاجة كانت بتجيلك كده، في حاجة جوانا كده اسمها الصوت الداخلي. في ناس كتيرة نظرا لتعلقها الشديد بالدنيا، ونظرا لان هم يعني الدنيا واخداهم شوية، بينسى حاجة جواه اسمها الصوت الداخلي. الصوت الداخلي ده صوت ربنا جوه البني آدم. الصوت الداخلي ده صوت ربنا جوه البني آدم. حاجة كده بتيجي تنغزك هنا تقول لك لا بلاش الطريق ده. حاجة كده بتيجي تخبطك هنا تقول لك لا اوعى تعمل كده. والله كلنا مش انت بس احنا عمي ما بنشوفش، احنا عمي ما بناخدش بالنا. حقيقي كل حاجة تعباك دلوقتي وانت عليها دلوقتي الاشارات جات لك كتير، ما تمشيش فيها. الجوازة اللي انت تعباكي دلوقتي دي جات لك الاشارات كتير، اوعى تمشي فيها. بس انت كبرت دماغك وعايش دلوقتي على الحاجات اللي ربنا قالك عليها ما تعملهاش. وخد بالك ربنا ما بيديش اشارة واحدة، ربنا بيديك اشارات كتير قوي. ممكن تلاقي بوست طلع لك على الفيسبوك في نفس الموضوع اللي انت في بالك وشغلك، تلاقي بوست طلع لك كده، ما هو ده اشارة. تلاقي واحد صاحبك ظهر لك كده فجأة انت ما بتكلموش بقالك فترة، يفتح معاك الموضوع اللي انت عمال فيه تايه ده ويقول لك لا يا احمد ما تمشيش في الموضوع ده. ما هي دي اشارة. آية تسمعها تخبط في قلبك وانت ماشي عشان تقولك ما تمشيش في الطريق ده. ما هي دي إشارة. هو انت عايز ربنا ينزلك بنفسك؟ عايز ربنا ينزلك بنفسه يقولك لا او ياخدك كده ما تمشيش في الطريق ده؟ هو معقوله هو ربنا يعمل كده؟ ربنا مش هيعمل كده. ولكن زي ما قلت لك ربنا بيبعت لك الإشارات، إشارات لكل شيء. امال هو هيحاسبك ليه؟ هيحاسبك ليه على حاجة ما هيش من اختياراتك؟ ما تفوق، ما تركز بقى شوية. عمال ترمي على ربنا كل حاجة وعلى النصيب كل حاجة، وتلاقي ربنا يجي يقول لك ايه؟ يا نهار ابيض على الآية، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اختياراتهم هي اللي دمرت حياتهم، اختياراتهم هي اللي دمرت نفسهم. وتلاقي آية تانية ربنا بيقول فيها ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. ما بيظلمش، ده هو اداك الحرية، اداك الحرية في كل حاجة. ليه مطلع نفسك انت الملاك البريء وربنا اللي ظلمك وجاي عليك؟ هو مش انت اللي مشيت في الطريق ده؟ مش انت اللي عانيت ومشيت في الطريق ده؟ صح ولا لا؟ يبقى تقول على ربنا في الاخر هو اللي ظالم وتقول اصلا انا نصيبي كده؟ كلمة الساذجة اللي ناس كتيرة بتقعد تتداولها عشان يبرروا اخطائهم ويحسسوا نفسهم ان هم ملايكة. او واحد لما حد يجي في حياتك يجي يقول لك لو انت عندك مشكلة مثلا او عندك اي حاجة وتلاقيه يقول لك معلش بقى نصيبك كده، قول له لا ده مش نصيبي، انا غلطت وانا بتحمل دلوقتي نتيجة اختياراتي الغلط. ايه اللي يحصل كده جواك؟ ما تخرج من الدايرة بتاعت الضحية اللي انت عايش فيها دي، تخرج من الدايرة اللي انت راكن فيها بقالك سنين، تطلع بره. ما حد يجي يقول لك كلمة نصيبك كده دي وقفه، قول له لا انا مش نصيبي كده، انا ربنا بيحبني وكاتب لي الخير، وكان كاتب لي الخير بس انا اللي عانيت واصريت ان انا امشي في الطريق ده. وصلت؟ مفيش حد فينا ضحية، ربنا ما بيظلمش حد.
الناس اللي انت بتشوفهم حلوة الآية دي قوي أستاذة منار. شوف الآية ديت بتقول ايه، إن الإنسان لظلوم كفار. إنه، وآية تانية، إنه كان ظلوما جهولا. هو اللي بيعمل كده في نفسه، هو اللي بيبوظ إيده بإيده، هو اللي بيبوظ حياته بإيده، مش ربنا اللي بيبوظها له. هو ربنا يدي الإشارات، بيساعدك أهو. ربنا دايما موجود، ربنا ما بيتخلاش عن حد أبدا أبدا مهما كان. عارف يعني ايه ربنا ما بيتخلاش عن حد أبدا مهما كان؟ بيديله الإشارات، يبعت له ناس تقف جنبه علشان ما يقعش في الغلط. شفت بقى؟ فركز بقى، ركز بقى في حياتك بعد كده، وركز في اختياراتك، ركز في الصوت الداخلي اللي بيجي هنا ده. عارف انت حاجة كده بتيجي في صدرك كده تقول لك لا بلاش يا احمد الطريق ده، او بلاش يا اي اسم يعني، بلاش الطريق ده، ما تمشيش في الطريق ده، اوعى تتجوز الشخص ده، اوعى تتجوز البنت دي، اوعى تسمع كلام ابوك وامك، لان ابوك وامك هيغرقوك وهيقولوا لك نصيبك كده. اوعى تمشي وراهم. قلت لك اقلب الدنيا، اقلب الدنيا على ابوك وامك دول لو هيغصبوك على حاجة انت ما انتش عايزها. انت فاهم؟ عيش حياتك زي ما ربنا عايز. ربنا اداك الحرية لاختياراتك في كل حاجة في حياتك، عشان لما ربنا يحاسبك تعرف تجاوب. ما تقولوش يا رب اصل بابا وماما ضغطوا علي. هيقولك ليه ضغطوا عليك؟ ليه ما هربتش؟ ليه سبت نفسك؟ ليه ما قلبتش الدنيا؟ ليه وخرجت بره القصة دي قدام المأذون؟ ما رفضتش ليه انه يكتب كتب الكتاب؟ صح؟ هتتحاسب، هتتحاسب على كل حاجة خطأ انت عملتها، لان مفيش حاجة اسمها نصيب. مفيش حاجة اسمها نصيب. ودي كلمة زي ما قلت لك احنا بنشتغل بيها بعض وبنضحك على نفسنا بيها. كلمة مش حقيقية، كلمة فيها نوع من انواع، والله بجد، كلمة ماليش نصيب في الحاجة دي، وكأن انت وانت نفسك فيها. هي الحاجة دي انت عايزها على فكرة، الحاجة دي انت عايزها وهتموت عليها. فاهم يعني ايه؟ وما يبقاش لك نصيب فيها، فيحصل هنا نوع من انواع المعاتبه لربنا. يا نهار ابيض، تقول له ليه يا رب؟ لو انت مقتنع اصلا ان في حاجه اسمها نصيب، يعني ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه حرمتني من الحاجه اللي انا عايزها؟ يا حبيبي انا ما حرمتكش من حاجه، دي اختياراتك كلها، انا ما منعتكش من حاجه، كل ده من اختياراتك. واصله؟ كلمه مفيش نصيب دي بعيدا عن ان هي بتعمل ما بينك وما بين ربنا عتاب، بتحس ان ربنا ظالم بيمنعني من الحاجه اللي انا عايزها. كلمه مفيش نصيب دي بتحسسك انك ضحيه لاي حاجه في الكون بتحصل. انا ضحيه. ايه ده؟ ايه ده؟ تقول لي مفيش نصيب؟ لا، في نصيب لكل حاجه انت عايزها في الدنيا عشان ربنا يحاسبك. حتى النصيب، كلمه النصيب دي لما ربنا ذكرها في القران، لما اتكلم عن النصيب يعني وكده، قال ايه؟ آية مثلا بتقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اللي هو جزء مثلا ايه، جزء من راحتك، تنساش نصيبك. عارف انت، ما تنساش نصيبي، لكن ما مش اخبط دماغك في الحيطة. مش اتجوزي الشخص دوت ولما تتطلق منه تقول لها نصيبك كده. لا، ده مش نصيب. احنا بنضحك على نفسنا، والله بنضحك على نفسنا. كل حاجة من اختياراتنا، عشان كده ربنا يحاسبنا. ولو مش من اختياراتنا وهي نصيب فعلا زي ما هما بيقولوا، فربنا لا يحاسبنا. وليه اقعد متعذب على زوجة يا رب انت اللي اخترتها لي؟ الله، انا متعذب ليه؟ او انا متعذبة ليه يا رب؟ ما انت اخترت لي البني ادم البخيل ده، ما انت يا رب اخترت لي البني ادم النرجسي ده، ما انت اخترت لي يا رب البني ادم ده. ليه انا تعبانة؟ بتحاسبني ليه على اختيار انت يا رب اللي مختاره لي؟ وضحت، وضحت، واديت امثله كتيره قوي على الموضوع ده. فيا رب نفهم بقى، يا رب نفهم وما نقعش الوقوع اللي ناس كتير قبلنا وقعته. ناس كتيره وقعت قبلنا، والله الوقوع اللي انت فيه دلوقتي ده وقعوا كتير قوي. فما تقعش انت كمان زيهم وتقول نصيب.
لان ربنا قدام ربنا ما قدام ربنا في حساب. قدام ربنا في حساب، وفي حساب في الدنيا على اختياراتك كمان على فكرة. تمام، حساب في الدنيا كبير على اي اختيار انت بتختاره وبيكون غلط. تمام، ففوق يا صديقي، فوق لإشارات ربنا، فوق للصوت الداخلي اللي بيبقى جواك اللي بينبهك انك ما تعملش الموضوع ده. ركز في رسائل ربنا وإشارات ربنا والصوت الداخلي ده، عشان ما تعملش حاجة وتندم على فعلها. وما تنساش مفيش حاجة اسمها اسم نصيب. يلا، نشوفكم على خير.